السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض عصير سهل وسريع جدا. عصير من الجوافة والبرتقال وكمان الفريتو. اول حاجة احنا معانا السكر حسب الرغبة، ومعانا 3 حبايات جوافية صغيرين او 2 حباية جوافية كبار المتوفر عندك، وكمان حباية برتقان، وهيعمل لنا حوالي رتل من العصير. طبعا اول حاجة احنا هنعملها دلوقتي هنجيب الخلاط بتاعنا او الكبة، وهنقطع الجوافية كده، هننضفها وبعدين هنقطعها وهنضيفها في قلب الكبة بالشكل ده، وهنروح نقطع البرتقانة بالشكل ده. طبعا بعد ما قشرناها قطعناها قطع صغيرة، وهنضيف دلوقتي حوالي معلقة من الفريتو. لو انت عاوزة تزودي شوية كمان ممكن تزودي، وحطيت حوالي كوباية بس من المية عشان هو هيبقى مركز، وبعد كده احنا هنزوده مية. وحطيت كمان ضفت كمان شوية سكر، والسكر قلنا حسب الرغبة. طبعا هنقعد نضرب فيه في الكبة او في الخلاط لغاية ما ينعم معانا خالص ويبقى بالشكل ده. طبعا هو مركز جدا، لسه هنزوده مية الوقت وهتشوفوه بعد ما هنصفيه ان شاء الله. طبعا جبنا المصفى وهنصفيه بالشكل ده، وطبعا زودناها المية بتاعتنا، وده كان عصير الجوافة بالبرتقال. طبعا لو انت حابة تحط الفريتو دي اختياري بالنسبة لك، بس هو بصراحة بيخلي طعم العصير جميل جدا. طبعا احنا عملنا من 3 حبايات جوافية كانوا حجمهم صغير، وكمان حباية برتقال واحدة ومعلقة فريتو، عملنا رتل من العصير اهو بالشكل ده. وده كان العصير بتاعنا النهاردة، سريع وسهل جدا. لو انت عاوزة عندك ضيوف وما عندكيش الا كمية صغيرة من الفواكه، ممكن تعملي بقى احلى عصير من حبيتين جوافة وحبة برتقال. عملنا احلى رتل عصير. يا رب النهاردة يكون الفيديو بتاعنا خفيف على قلوبكم، وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا كثيرا.